بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي، بحبكم في الله. هنعمل فيديو مختلف النهارده وحلو قوي، وان شاء الله هيعجبكم وهينور رضاكم زي ما انتم شايفين. تابعونا للاخر، الفيديو جميل جدا وفيه تفاصيل حلوه قوي قوي هتعجبكم وهتنور رضاكم وهتتعلموا وهتستفيدوا منها كتير قوي. زي ما انتم شايفين كده انا معايا برطمان كبير، حسب البرطمان اللي موجود عندك. معايا فيه 3 معالق من السكر، وربع معلقة صغيرة من الملح، ومعلقة صغيرة بيكنج باودر. وهنحط معلقتين ونص خميرة فورية، اللي هي معلقة صغيرة، معلقتين ونص خميرة فورية. ومعايا 6 معالق من الدقيق، وعليهم كوباية مية سخنة. وهنقلب الكلام الجميل ده كله زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة نقلبه ونعمله بالمعلقة حلوة قوي، عشان يبقى ناعم معانا زي ما انتوا شايفين كده، ويبقى قوامه كريمي ويديني نتيجة هايلة او نتيجة حلوة للمخبوزات اللي احنا هنعملها مع بعض. المكونات دي كلها تنفع معاكم في القرص، المخبوزات كلها، جميع المخبوزات اللي انتوا عايزين تعملوها. دي عجينة الافران، فالنور قطع عليا وانا نسيت احط معلقة خل معاكم. بتتحط في البرطمان وبتتقلب حلوة قوي، وبنشيلها على جنب تختمر. معايا 4 كوبايات من الدقيق بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنخلهم حلوة قوي زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله الهوا واختمرت معايا ازاي؟ مجرد ان انا فتحت البرطمان بتاعي عليت زي ما انتوا شايفينها كده. ما شاء الله المكونات ديت او التخميرة اللي احنا عملناها ديت بتدي نتيجة حلوة قوي للمخبوزات اللي احنا بنعملها. هعجن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، وهضيف شوية مية دافيين في قلب البرطمان بتاعي عشان لو في اي بقايا من المعجون او الخميرة اللي احنا عملناها في البرطمان هنفضيها على الدقيق بتاعنا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. وهنعجن حلو قوي زي ما انتوا شايفين. اهم حاجة في ان احنا نعجنها حلو قوي زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما نعجنها حلو قوي، اختياري ان انت تحطي زبدة. انا حطيت معلقة زبدة كبيرة عشان تطعم لي العجينة بتاعتي. انا عاملاها البيتي، مش زي اللي انا بجيبها من الافران من غير زبدة ولا سمنة ولا زيت ولا الكلام ده كله. انا حطيت معلقة زبدة عشان تطعم لي العجينة بتاعتي بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. ده اختياري ليكم. ممكن تضيفي معلقة سمنة بلدي، زبدة، اي حاجة انت حباها، بس بلاش تحطي زيت عشان هتنشف لك العجينة بتاعتك في الفرن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هسلفنها او هغطيها حلوة قوي ان هي ما تنشفش معايا وتخمر معايا بسرعة. معايا هنا على النار مقلاية او طاسة او اي حاجة من اللي انتوا بتستخدموها. هنحط فيها معلقة سمنة مش كبيرة قوي. ومعايا زي ما انتوا شايفين كده هسيبها تتقدح حلوة قوي. معايا نص كيلو من الكبدة، انا غسلاها حلوة قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه عشان ما تبقاش زفرة. وعصر عليها ليمون وسبتها شوية وشطفتها وعملتها معاكم هنا على النار على معلقة زيت على نار عالية علشان ما تجلدش معايا او ما تأستكش معايا وتبقى طعمها مش حلو. هنزل عليها ب7 توابل. هنزل عليها بفلفل اسمر ومعلقتين ملح صغيرين. وديت شطة اختياري، اللي حابب يحطها ان هي تبقى سبايسي زي ما انتوا عايزين، مش حابين براحتكم. هقلبها حلو قوي بالشكل اللي انتوا شايفينه كده، وهتنشف من الارضية زي ما انتوا شايفينه وتستوى حلوة معايا. هشيلها على جنب، وهنستخدم نفس الطاسة او المقلاية اللي احنا اشتغلنا فيها اللي هي بتاعت الكبدة. هنزل بمعلقة سمنة كبيرة او معلقتين على حسب استخدامك. وهنزل ب3 4 بصلات حلوين كبار، اخرطهم متوسط، وهنزل عليهم واقلبهم حلو قوي لغاية ما تدبل معايا. ومعايا 3 فصوص من الثوم، انا هرساهم حلو بالسكينة. هديلهم تقليبه لغايه اما ريحه التوم بتاعتي تطلع. هنزل بفلفل اخضر وفلفل احمر، اللي متوفر عنده فلفل الوان يحط. انا عندي فلفل احمر وفلفل اخضر فنزلت بيه. دي مش طماطم، دي فلفل احمر. ونزلت بيه لما الفلفل بتاعي دبل شويه كده، نزلت بيه الكبده بتاعتي. واقلب حلوة قوي واوطي عليها النار لغايه اما تستوى حلوة قوي مع نفسها. كل البصل والفلفل الكبده بتاعتنا هنوطي عليها لغايه ما تستوى وتديني ريحه حلوه وطعم حلو قوي. العجينه بتاعتي اختمرت بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هنقطعها مع بعض
زي ما انتوا شايفين كده الكرات اكبر من حجم الليمونة شوية. شايفين ما شاء الله ما بتاخدش وقت، والعجينة بجد جميلة جدا، ملمسها حلو علشان اتعجنت حلوة قوي، خدت حقها في العجن بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هتطلع ناعمة معانا وهتطلع حلوة قوي وهتدينا النتيجة اللي احنا عايزينها زي الافران واحسن. واهم حاجة في الموضوع ان انت بتعملي حاجة نظيفة في بيتك احسن من الافران، وكماني بتستفيدي ان هي ما شاء الله يعني لو بتعملي نص كيلو هتطلعي ازيد من كيلو. شوفي انت بتشتري الكيلو بكام من بره. شايفين ما شاء الله. هسيبها ترتاح شوية وهفرد فيها بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. في ناس بتفردها مرة واتنين وتلاتة علشان تديكي طبقات اكتر، بس انا هعملها مرة واحدة زي ما انتوا شايفين كده، وما شاء الله النتيجة بتاعتها هايلة. اهم حاجة نقفل الحروف بتاعتها حلوة قوي. انا ما اتكتش عليها فطلعت مفتحة معايا، معظم الفينو اللي انا عملته مفتح معايا. فياريت لو بتعملوها او هتجربوا الوصفة ديت تتكوا على حروفها حلوة قوي علشان ان هي تخش ببعضها وما تفتحش معاكم في الفرن. زي ما انتوا شايفين عملت الكمية كلها. ومعايا قهوة سريعة الذوبان زي ما انتوا شايفين كده بمعلقتين من المية، وهبدأ ان انا ادهن الوش. لو حابة تعملي بيضة براحتك، لو حابة تعملي اي حاجة انت حابة تدهني بيها الوش عادي هتبقى حلوة. ولو مش حابة ان انتوا تحطي حاجة وهتحطها في الفرن هتاخد لون وهتبقى حلوة برضو زي ما انتوا شايفين كده. شايفين ما شاء الله على جمالها. هنسيبها شوية وهندخلها الفرن، هتطلع بالشكل اللي انتوا شايفين ده. ما شاء الله جميلة جدا وهايلة بجد. هتطلع من الفرن، يا ريت نطلعها من الفرن يا نغطيها بفوطة نظيفة يا ببخاخة مية ونبخ عليها مية عشان تاخد الطراوة بتاعتها وان هي ترجع تبقى طرية بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت زي اللي احنا بنجيبها من الافران بالظبط. ودي الكبدة بتاعتنا. هنبدأ بقى فتحت القرص بتاعتي اللي انا عملتها او الفينو. هنملى السندوتشات بتاعتنا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت من الكبدة، وهنعملها احلى من اللي احنا بنشتريها من بره او نروح ناكلها في مطاعم غالية. حاجات بسيطة مش مكلفة قوي، هنعملها ببيتنا هنبسط بيها اولادنا، هنبسط بيها بيتنا. جميلة جدا. هتروحوا تاكلوها في اي مطعم بمبلغ وقدره، هتعملوها في البيت باقل التكاليف او بربع التكلفة. ما شاء الله جميلة جدا. وزي ما انتوا شايفين كده يا رب الفيديو بتاعنا دوت يستاهل مليون لايك بجد. زي ما انتوا شايفين كده يا ريت تجربوا الوصفة وتبعتولي وتقولوا لي ايه رأيكم فيها بجد. طعمها بجد في منتهى الجمال. ما شاء الله ريحتها كانت قلب الدنيا. شايفين ما شاء الله على الجمال. وشوفوا من نص كيلو ومن 4 كوبايات من الدقيق عمل لي كمية حلوة قوي. لو بتشتروها من بره شوفوا هتشتروها بكام والمبلغ بتاعها هيبقى بكام. شايفين ما شاء الله على الجمال. كفاية بس منظرها وطعمها كان في منتهى الجمال. وفاض معايا برضو كبدة وسندوتشات. معايا مايونيز او كاتشب، ممكن تقدمي دي او ده او الاتنين موجودين هتقدميهم هيبقوا حلوين قوي. شايفين ما شاء الله على طراوة الفينو بتاعنا اللي احنا عملناه وابيض. وزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله طري، وشايفين طري وهش جدا من جوه. يا رب الفيديو بتاعنا نال اعجابكم بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. يا ريت لايك وشير وكومنت حلو لان الفيديو بجد يستاهل. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. واستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.